ما هو يا تديني الدوري يا كل واحد يروح يلعب عند بيته، ومفيش دوري السنة دي. النادي الأهلي أبو السلكان كله بيكتشف مؤامرة غريبة جدا. خليك معايا وهقول لك على التفاصيل. في الساعات الأولى من صباح اليوم السكريبت اتوزع على المتزملكين. الكلام ده محدش بيقوله غير المتزملكين، وبيقولوا كده بالنص. اقسم بالله العظيم انا عارف ان الكلام اللي هقوله هتشتم عليه، ده هم اللي بيقولوا النادي الاهلي اعظم نادي في الكون عشان هو نادي سالك بيكتشف مؤامرة. وبيبدأوا كلامهم اللي هو نسخة كربون. ايه هو بقى الكلام وايه هي المؤامرة اللي بيقول عليها المتزملكين؟ طبعا جمال جبر بعت لهم السكريبت وهم على طول اشتغل. مبدئيا كده عايز اقول لك ان كل النادي الاهلي بيعمله ده ما هو الا تشويش على سوء اداء الفريق خلال الموسم الحالي وسوء النتائج اللي بيقدمها الفريق. فلازم نشوش على الجمهور ونخليهم يلفتوا نظرهم لحاجة تانية، وده اللي بيحصل. مبدئيا كده الكلام اللي بيقوله سيد عبد الحفيظ عن اوسكار رئيس لجنة الحكام كلام متحرف، والترجمة مش حرفية. حرفوا الكلام اللي قاله اوسكار رويس عشان يعملوا شوشرة ويعملوا قلق. ثانيا بقى قلت لك قبل كده اني يعني اذا اكرمت الكريم ملكته، واذا اكرمت اللئيم تمرده. وده اللي بيحصل مع النادي الاهلي في كل مرة. انت اكرمت النادي الاهلي واديته حق مش حقه لما ما خصمتش منه الست نقط بتوع ماتش الزمالك، وبالتالي طلعت نص عندك ووديته للفيفا اللي هو قرارات رابطة الأندية محصنة، وبناء عليه بالفعل ما تخصمش غير 3 نقط بس من النادي الأهلي. وانت اللي قلت ان النادي الأهلي كان عنده ظروف قهرية. يوم النادي الأهلي دلوقتي بيكافئك، ما هو إذا أكرمت الكريم ملكته. النادي الأهلي بيكافئك بيعمل ايه بقى؟ النادي الأهلي هيقدم شكوى يطلب فيها فلوسه عند اتحاد الكوره اللي هي ايه؟ ما هو النادي الاهلي لما انسحب قدام الزمالك طبعا جه عليه غرامه، فلوس البث وفلوس الرعايه واستاد، حاجات كتير دفعها النادي الاهلي. طبعا ما اعلنوش عنها كام لان هم جملوه فيها برضه. فالنادي الاهلي دلوقتي بيطلب حقه بما انه طلع عنده ظرف قهري وما كانش السبب في تعطيل المباراه. فالنادي الاهلي بيقول لك انا عايز بقى الغرامات اللي انا دفعتها. النادي الاهلي بيجمع الحكام عشان يمشوا اوسكار رويس. النادي الاهلي بيعمل اي حاجة عشان ينطر اتحاد الكورة. بس تستاهلوا، ما هو انتوا اللي كنتوا بتجاملوه من الاول، وانتوا اللي كنتوا بتوفروا له الحماية الزيادة عن اللازم دونا عن كل الاندية. وبعيدا بقى عن ان النادي الاهلي بيشوش عشان خاطر يوجه الجمهور ناحية اتحاد الكورة وناحية الحكام، النادي الاهلي عارف ومتأكد ان في قرار طلع من يومين بايقاف سيد عبد الحفيظ، ولسه القرار ما اعلنوهوش لحد دلوقتي. فكل ده عشان القرار ده ما يطلعش للنور. كل ده بيضغط على اتحاد الكوره عشان اتحاد الكوره يديله اللي هو عايزه ويلغي القرارات اللي كانت طالعه ضد النادي الاهلي. لان طبعا كلنا عارفين ان النادي الاهلي او سيد عبد الحفيظ عضو النادي الاهلي اساء الادب مع حكم المباراه، وهو في المدرجات وكمان وهو في الملعب. الغريب ان جمهور الاهلي اي حاجه بيقولها النادي الاهلي تبقى مصدقه وانزلت من السماء. اي حد بيطلع يقول حاجه غير اللي قالها الاهلي يبقى ده كذاب ومنافق ومدلس. بمعنى يعني الكل سمع محمد الشناوي وحسين الشحات لما بيقولوا لوليد صلاح ده بيشتمنا يا كابتن. هل حد سمع الشتيمه؟ محدش سمع الشتيمه، بس الكل اقر ان الناس دي ما بتكذبش. طب هل هو الراجل جه من الباب للطاق شتم؟ يقول لك لا، هم قالوا شتمهم يبقى شتمهم. سيد عبد الحفيظ طلع قال لك اوسكار رئيس لجنه الحكام بيقول ما يعرفش حاجه عن ان حكام اجانب لمباراه الاهلي والزمالك، والكل صدق والكل نشر الكلام. هل حد سمع اوسكار بيقول الكلام ده؟ لا، بس سيد عبد الحفيظ ما بيكذبش. فهي كده اي حاجه هيقولها الاهلي يبقى مصدق. لو الاهلي قال الاهرامات دي بتاعه اسرائيل، كل الاهلاويه هيطلعوا يصدقوا ان الاهرامات دي بتاعه اسرائيل من غير ما يناقشوا ولا يجادلوا. وفي الاخر سكريبت يتوزع والاهلي ابو السلكان بيكشف المؤامره.